وسهلا بحضرتك. باركت لك مره في الراديو، دي اول مره بارك لحضرتك بقى في التلفزيون. الف الف مبروك المنصب الجديد. الله يخليك يا حبيبي، الله يبارك لك، وتحياتي ليك وللساده المشاهدين. ربنا يخليك يا رب. بسال حضرتك على الاستعدادات والتجهيزات لهذا اللقاء باذن الله بين الاهلي واتلتيكو مدريد. طبعا لازم احنا يعني نشرح طبيعه هذه المباراه واهميتها. اتفضل. انها بتتجاوز يعني حدود مباراه كره القدم. لان معالي المستشار تركي آل الشيخ كان يعني هو صاحب هذه الفكره، صاحب هذه المبادره، ان يجيب فريق عالمي يسند الاهلي تنظيم المباراه، يمنحه كافه الحقوق الماليه، وهو شخصيا هيتحمل كافه المصروفات للفريقين. عظيم. ترك الاهلي الاراده يتصرف فيه كما يشاء، ولكن طبعا التايتل اللي هتتلعب عليه المباراه معا للسلام ضد الارهاب. عظيم. والمساله دي بقى لها 4-5 ايام لم يعلن عنها الا في مجلس الاداره الاخير، لان كان نادي اتلتيكو مدريد حريص انه يتم الاعلان من الناديين في ذات الوقت. كويس قوي. مجهز رساله باللغه العربيه على لسان لاعبته يؤيد ويدعم جهود مصر في مكافحه الارهاب ويدعو الى السلام باللغه العربيه. وهذا بيضعنا امام هدف دولي ورساله عالميه هتطلق من داخل هذه المباراه، سوف يتابعها العالم باذن الله، وهتكون رساله للسلام ومقاومه الارهاب في برج العرب. الاهلي سينظم المباراه، ولذلك الاهلي كان حريص جدا ان ياخذ باسباب ان تحقق هذه المباراه اكبر عائد ويبقى دخل تاريخي، لانه قرر مجلس الاداره ان توجه كافه الايرادات الى اسر الشهداء، رعايه اسر الشهداء من خلال الاليه التي تراها الدوله. عظيم، عظيم جدا. هل فريق اتلتيكو مدريد جاي بكامل نجومه ولا في ناس؟ بكامل نجومه. بكامل نجومه باذن الله. صحيح. الاخبار التنسيقات ما بينكم ايه وما بين الاتحاد المصري لكره القدم يا باشمهندس عدلي؟ والله الاتحاد طبعا اتبعت له جواب واتبعت له طلب ان يكون هناك 60,000 يعني متابع من خلال الملعب، عشان هو طبعا ضروري لجنه مسابقات هتشوف حل لهذا الموضوع. ما اعتقدش ان كل الدوله واجهزتها هتتوانى عن مسانده هذه المباراه يعني. عظيم. لان طبعا خلي بالك دي مش مباراه نطلع منها 2-3 مليون جنيه. نبقى ما حققناش حاجه والرساله ما وصلتش. ايوه. دي ما عملتش 20 30 مليون جنيه من خلال طبعا تذاكر المباراه اللي لازم تبقى بفئات معينه. ايوه. ومن خلال الرعاه اللي لابد المؤسسات ورجال الاعمال ان هم يدعموا هذه المبادره دعما كاملا وتتغطى باكبر قدر من التغطيه، خصوصا في الدول اللي هي تبنت مكافحه الارهاب زي السعوديه والامارات والبحرين ومصر. عظيم. طيب انا عندي سؤال في الجزئيه دي، كيفيه طرح التذاكر ازاي؟ هل هتعتمدوا على الآلية اللي كانت موجودة قبل كده، الآلية الإلكترونية اللي موجودة عند النادي الأهلي والداتا اللي موجودة فيما سبق في المجلس السابق، ولا هتعتمدوا على آلية الطرح العادية للتذاكر في؟ لا، ما ينفعش الطرح العادية، لازم الآلية، زائد أيضا لابد أن يكون هناك الاتصالات الشخصية بتذاكر معينة تتباع بفئات خاصة. يعني هو لسه فكرة تسويق المباراة لم تكتمل. اعتقد ان مجلس الاداره قد يشكل لها لجنه، مع الله اعلم، انا مش بقترح حاجه يعني، انما اتصور ان هذه مباراه تكون لها اجراءات خاصه، لان المجلس مهتم جدا جدا ان تحقق هذه المباراه يعني اهدافها، وتبقى رساله الى العالم لدعم السلام ومقاومه الارهاب، وتبين الدور اللي بتلعبه مصر. ما هو كمان مصر شايله الليله تقريبا يعني او معظم الليله لوحدها يعني فلازم العالم يتنبه ان العواقب على العالم كله.
صحيح. مش على مصر يعني. بعد دقائق وبعد الفصل هيكون ضيفي مهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه. هل في طلبات ممكن يطلبها النادي الاهلي فيما يتعلق بالتنسيق من اجل هذا اللقاء حضرتك تحب تطلبها على الهواء مباشره؟ اتفضل. عايز تقول له كلمه واحده بس، عايز اسمع منه كلمه واحده. اتفضل. ان وزاره الشباب بكل اجهزتها وبكامل طاقتها خلف هذه المبادره، بس احنا هنعرف بعد كده هنعمل مع بعض ايه. طيب ده شيء عظيم. الاهلي معه. ده شيء عظيم يا فندم. انا بشكر عايزين نسمع هذا التاكيد. حاضر. لانه هيبقى فعلا عايز جوابات، عايز اتصالات، عايز مسانده في مع جهات امنيه، عايز يعني مع اتحاد كوره، يعني لازم الاهلي يشعر ان الجميع مشارك وشريك في هذه المبادره. بتخيل على الغيب ان المهندس خالد عبد العزيز هيقدم هذا الدعم، وبعد قليل ان شاء الله باذن الله دي هتبقى اول حاجه هطرحها عليه في بدايه حوار. وانا هتابع معاك باذن الله. بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا. مهندس عدلي القيعي المتحدث الاعلامي الرسمي للنادي الاهلي. بعد دقائق هيكون مشرفني ومنورني المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه. طريقه التواصل ازاي؟ لان الحوار هيبقى فيه تفاعل من خلال حضراتكم، ولكن من خلال الهاشتاج بتاعنا الحريف خالد عبد العزيز. حضراتكم تقدروا تبعتوا على صفحاتنا على تويتر وعلى فيسبوك باسم DMC سبورتس، او كمان تقدروا تبعتوا. متفقين انه من اول يوم كان في البرنامج مع حضراتكم انه كلمه حريف هو حريف الاداره، حريف الكوره، حريف السله وحريف الطايره، وكل الناس اللي عندهم براعة وعندهم حنكة في كل المجالات اللي ليها علاقة في النهاية بالرياضة. فالنهارده الهاشتاج بتاعنا هو هيبقى الحريف خالد عبد العزيز. حضراتكم هتشاركوا معانا من خلال صفحتنا على فيسبوك، من خلال صفحتنا كمان على تويتر باسم DMC سبورتس، ده الهاشتاج بتاعنا قدامكم على الشاشة. كمان هتشاركوا من خلال صفحة موقع مبتدا.com على فيسبوك، واحد من اهم واشهر دلوقتي المواقع المصريه، عنده نسبه كبيره حقيقه من المصداقيه، وبالتالي بنفخر دائما ان احنا نتعاون معاه في الاحداث والحوارات الهامه. ده هيكون ان شاء الله باذن الله الجزء اللي احنا هنشتغل عليه في الحلقه. ارجع تاني لمضمون الحلقه علشان حضراتكم تبقوا معانا ومركزين فيه. هنحاول قدر المستطاع ان احنا نبقى مرتبين نفسنا علشان ما حدش يتوه مننا، لان الملفات كتيره جدا جدا، وزي ما بقول لحضراتكم محملين بامانات كتيره ليها علاقه باسئله هتصل لوزير الشباب والرياضه مهندس خالد عبد العزيز. والحقيقه واحنا بنجهز وبنعد وبنشتغل علشان خاطر الحلقه دي تلقى قبول حضراتكم، كان في تاكيد على فكره انه مفيش مانع في اي نوع من انواع الاسئله اللي موجوده في الشارع المصري. هنتكلم على الانتخابات، هنتكلم على احترام القانون، هنتكلم على عودة الجماهير، هنتكلم على مراكز الشباب وما حدث فيها من إنجازات، وما يعني منتظر أن يحدث في عدة مراكز شباب أخرى. هنتكلم في استاد القاهرة وعودة الحياة مرة أخرى إلى استاد القاهرة. نقاط كتيرة جدا جدا وملفات كلها النهاردة هتكون موجودة في الحريف، وحلقتنا هتبقى ممتدة مع حضراتكم حتى 1 صباحا هنتكلم فيها في كل شيء. ده هيبقى في الجزء الثاني إن شاء الله. طيب، ما زالت الأجواء المصرية والفرحة المصرية عارمة جدا جدا بفوز محمد صلاح بجائزة الBBC. الأبعاد راحت يعني لأشياء كلنا كنا بنتمناها وكلنا نفسنا فيها. النهارده انت بتشوف محمد صلاح في اللقاء المطول اللي عملته BBC، الناس سعيده جدا بيه. النهارده ابرز نجوم العالم بيتكلموا على محمد صلاح وبيباركوا لمحمد صلاح وسعداء جدا بيه، وبالتالي احنا فرحانين جدا باللي بيحصل بيه محمد صلاح، واللي النهارده كمان بيستمر في الامل اللي بيديه لكل شباب مصر بانه بيتوج بجائزه لاعب الشهر في ليفربول، وهو يستحقها عن جداره. طيب، محمد ان شاء الله باذن الله يفوز بجائزه الكاف. انا هتكلم كلمتين والله وهقفل القصه دي ومش هتكلم فيها تاني. انا مستغرب جدا جدا من مصريين زيه وزيكم، وبطبيعه الحال انت ما كنتش تبقى مساند ابن بلدك، فانت ما تعرفش انت تساند مين. فلاقي بشوف ناس على السوشيال ميديا، على فيسبوك وعلى تويتر، والله العظيم بيصعبوا عليا جدا. يا راجل، لدرجه الحاجه الحلوه اللي موجوده عندنا وبنتباهى بيها، برضو في ناس مريضه نفسيا. يعني يقول لك ايه، انتوا طالعين بمحمد صلاح السما، محمد صلاح مين اللي يفوز بجائزه الكاف؟
ونوع من انواع التكسير وتكسير العظام والتحدث عن انه ده لا منطقي وان ما شفتش كده الحقيقه. ما شفتش كده، ما شفتش اسمها ايه بتقال ايه، حقد كده وغل كده، ومش عايز اقول عدم وعي، لانه احنا فاهمين الموضوع بيبقى ماشي ازاي. بيبقى مقصود، يعني هو بيبقى مقصود انه يتسرب لك الشعور ده. طيب محمد صلاح ان شاء الله باذن الله هيفوز بجائزه الكاف. فالناس تقول لك ايه انتوا يعني ايه فاكرين ايه، ما هو اهم جائزه في الدنيا هي جائزه الكره الذهبيه وجائزه الفيفا. طيب انت عم بتصادر ليه على احلامنا؟ يعني انت بتصادر ليه على طموحاتنا ان احنا نشوف محمد صلاح في يوم من الايام بيفوز بجائزه افضل لاعب في العالم؟ يعني مالك زعلان من ايه؟ يعني شعورك، يعني اوصف لي شعورك من جوه. يعني انت زعلان من ايه ان احنا بنقول ان محمد صلاح هيفوز بجائزه ان شاء الله باذن الله في يوم من الايام محمد صلاح يفوز بجائزه افضل لاعب في العالم؟ مالك؟ حاسس بايه يعني؟ احكي لي احساسك ايه علشان افهمه. يعني زعلان من ايه؟ متضايق من ايه؟ احنا قناه مصريه، العبد لله مصري، وفرحانين عشان محمد صلاح، وبنتمنى لمحمد صلاح النجاح.